اهلا بالستات الشاطرين الحلوين المدقدقين. هنكمل ازاي تفكي المفرش من على الرسمة بتاعت رسمة الباترون بتاعته. بنستخدم يا اما مقص يا اما قطر يا اما موس اللي يريحك. يعني في الشغل استخدميه، بس اهم حاجة تبقي حريصة جدا في شغلك بحيث اما تيجي تفرغيه ما يقربش ناحية القطان. هنعمل ازاي؟ طبعا احنا عندنا هنا القطان لازق. فاكرين اول ما ابتدينا خالص ابتدينا نثبت، فاحنا هنقص بس اللي هي الجزء التثبيت اللي هو انا عملته لكم ساعتها بالخط الاسود لو تفتكروا. بنحوشه كله. انا بشتغل بطيء برضو عشان اللي اول مرة يتعلم الشغل دوت يبقى سهل بالنسبة له شغل. اهو زي ما انتوا شايفين، حاول يعني تحاولوا مثلا توسعوا بايديكم حاجة بسيطة كده. اهو انا هحاول اقرب لكم الكاميرا اهو. ما تستعجليش وانتي شغالة، بالراحة خالص بحيث ما تأذيش القطان زي ما قلت لكم. وهنكمل المفرش كله بالطريقة ديت علشان ما اطولش عليكم. انا هفكه واوريكم الشكل النهائي في الاخر. اهو هنفضل كده نفك الجزء دوت. وده الشكل النهائي المفرش اللاسيه بعد ما خلص وبعد ما فكيناه، لكن هو لسه ما خلصش، لسه في افكار كتيره هنعملها. استنوني في الفيديو الجاي هقول لكم ازاي نبطن تحتيها طبقه ستان ونعمل منه مفرش رائع فوق الروعه، هو لوحده رائع. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في قناتي، والف الف شكر على الكومنتات اللي بتجيلي في منتهى الروعه. يعني عايزه اقول لكم انا هكمل بسبب تشجيعكم او اديتوني حافز ان احنا نبدع مع بعض. لو في اي تعليق او اي توضيح مستنيه تعليقاتكم. مع السلامه.